السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال يا ربي. رمضان مبارك علينا وعليكم، يدخل عليكم الله، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر بداكشي باش تمنيتو. اليوم ان شاء الله على قناة شيوات زياد غادي نشارك معكم فطيرة محشية بالخضر، كتجي زوينة بزاف، كتجي رائعة. يعني سهلة في التحضير، بقاو معايا في طريقة التحضير وخرجة ممتعة. كمكونات لهاد الفطيره كنحتاج ليها 2 كيسان ديال الدقيق الابيض او لا زلافه ديال الدقيق الابيض كما كتشوفوا. كنضيف عليها معلقه ديال السكر سنيده، كنضيف بيضه، كنضيف الملح حسب الذوق، كنضيف شويه ديال الخل كيعطينا الهشاشه والطراوه لهاد الفطيره. كنضيف معلقه ديال الخميره الفوريه اللي حطيتها في كاس ديال الماء اولا في شويه ديال الماء صافي، وغادي نجمع بالماء الدافي، يمكن لكم تجمعوه حتى بالحليب. كما كتشوفوا جمعت العجينه ودلكوها مزيان، لان عجينه الفطاير خاصها تدلك مزيان. تقدروا تنزلوها لسطح العمل وتدلكوها، يمكن لكم ديروها في العجانه. دابا غادي نضيف عليها شويه الزبده، غادي ندخل فيها شويه ديال الزبده وغادي ندلكها فيها. كتشوفوا بعد ما جمعتها دابا غادي نغطي عليها بالسلوفان. بعد ما نغطيو عليها ان شاء الله نخليوها حتى تخمر صافي، ونخليوها حتى تخمر. دابا ندوزو نحضروا الحشوه، ودابا ندوزو نوجدوا الحشوه اللي خديت مقله وشعلت عليها النار. حطيت فيها واحد 2 فصوص ديال الثوم، غادي نضيف زيت الزيتون، غادي نحط عليه واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، غادي نضيف عليه شويه ديال الملح، ونضيف عليه شويه ديال الابزار. غادي نخليه يتقلى مزيان حتى لين يطيب الابزار، معلقه صغيره ولا راس معلقه صغيره ديال الابزار صافي، ونخليه كما كتشوفوا. بعد ما خلينا الدجاج حتى طاب، يعني خليو الدجاج حتى يطيب مزيان حتى كتبدا فيه ديك التحميره من الجناب. كما كتشوفوا هذيك الطريقه ديال الدجاج كيبداو يتحمروا. دابا غادي نضيف عليهم البصله وحده مشلضه كما كتشوفوا. غادي نضيف فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين، غادي نضيف واحد الحقيبه محكوكه كما كتشوفوا. غادي نحركو. دابا غادي نبداو نديرو التوابل. بالنسبه للعطريه غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الزنجبيل، معلقه صغيره ديال البابريكا اولا التحميره. هنا غادي نضيف العطريه ديال الدجاج، ونبقاو نحركو حتى تبان لينا هاد الخضره صافي. وغادي نضيف عليهم شويه ديال الزعتر، نحكو بين يديا الزعتر كيعطي واحد نسمه زوينه لهاد الخضره صافي. نضيف شويه ديال الهريسه. دابا غادي نضيف شويه ديال الزيتون، دابا غادي نضيف الفرماج. بقى لي لا فرماج نضيفو، يمكن لكم تضيفوا اي فرماج بغيتو غير باش يعطينا ديك التعليكه لهاد الحشوه. راه نخليه حتى يذوب على خاطره.
صافي دابا الحشوه ديالنا وجدات، صافي غنخليوها تبرد. علين ما بردات غنبداو نقدموا الفطيره ديالنا. كما كتشوفوا من بعد ما خليتها خمات وارتاحت، دابا غادي نحيد عليها. صافي غادي ننزلها لسطح العمل، يعني نخوي منها داك الهواء. صافي غادي نشكلها على شكل كويره. كما كتشوفوا العجينه ديالتها طريه. ودابا كما شفتوا غنبدا نورق فيها من بعد ما خليتها ارتاحت غير واحد شويه. غنورقها. يمكن لكم تستعنوا بالمدلك، يمكن لكم ديروها غير يديكم بحال هكا. دابا كما كتشوفوا من بعد ما ورقتها، يعني غير بيديا بلا ما استعملت المدلك. دابا غادي ناخذها ونحطها في الطاوه اللي سبق ليا دهنتها بشويه ديال الزيت. كما كتشوفوا خديت جراره غنقسمها على 8 القطع. كل قطعه غادي نشرط فيها 3 شريطات. غادي نحط في كل مربع شويه ديال لاصوص. دابا غادي نبدا نحط الحشوه سبق ليا قديتها معاكم. نبداو يعني نجمعوا في هاد الفطيره ديالتنا. يعني قطعوها مزيان، انا ما تقطعتش ليا مزيان، حاولوا تقطعوها مزيان. كما كتشوفوا نقص واحد الكويره صغيره. دابا ورقتها كما كتشوفوا. دابا غادي نعمر بها هاد الوسط ديال هاد الفطيره. دابا غادي نضيف، يعني ندير نفس الطريقه اللي درت لهاد الفطيره الكبيره ندير للصغيره. ايوا صافي. وغادي نجمعوا نفس الطريقه باش درنا، يعني بلا ما شرطناهم حيت عا صغيره. ودابا غناخذ صفر بيضه، غادي نحط عليه شويه ديال الخل، واحد النقيطه ديال الخل. صافي وغادي نحركها. صافي وغادي نبدا ندهن. يعني ندهنوها كامله ما نخليو حتى شي حاجه. ومن بعد ما دهنتها بالبيض بصفر البيض، دابا غادي نزينها بحبات ديال الزنجلان. هذا مجرد كتزيين. ايوا صافي. دابا غادي ندخلها للفران اللي سبق ليا شعلته. من بعد ما طيب ان شاء الله غادي نتلاقى معكم في الشكل ديالها. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت من الفران. كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا كتجي رطبه هشيشه. نقطع معكم واحد الطريف. هاد الفطاير كنبغيوهم في رمضان، كيجيونا زوين بزاف، كيجيونا رائعين. كما كتشوفوا حشوه كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ولا عجبكم ما تنساوناش بلي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم، راه بالنسبه لينا كيحفزونا وكيخليونا نزيدوا لقدام. ونتمنى ان شاء الله اللي طاحت في يدو القناه ما ينساناش بواحد لايك وواحد الاشتراك
وصافي. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله.